النهاردة بقى روتيني في المطبخ بعد الفطار في رمضان بتاع كل يوم. ومش روتيني لوحدي، لا، خالص خالص. ده روتين كل ست مصرية، وكمان كل ست عربية، ويعني ممكن نقول بنسبة 5% كل ست أجنبية. بس يعني لو أجنبية شاطرة شويتين. فطبعا انتوا عارفين كويس قوي حال كل المطابخ بعد الفطار بيكون عامل ازاي. بيبقى منظره لا يسر عدو ولا حبيب. وانا بصراحة على طول بعد الفطار لازم ان انا اقوم اتشجع وانضف واروق مطبخي. لو قعدت هكسل وهأنتخ، فلا، احنا ما عندناش كسل، احنا ما عندناش أنتخة. الا اذا بقى لو انتي كنتي ست كسولة، فطبعا هنا يعني والله صدقيني هتتعبي. بعد الفطار على طول تقومي تتشجعي وتنضفي وتروقي مطبخك، تتحدي بقى الكسل، تتشجعي وتتحفزي. فيلا بينا نبدأ الفيديو، علشان النهاردة الفيديو بتاعنا كله تشجيع في تشجيع. أول حاجة أنا جبت الكفوف دي أو الجلافزات، علشان أحافظ على إيديا شويتين، يعني من باب الاهتمام. ويلا بينا ننطلق. وبصوا حال مطبخي يعني قذر. وانا يا جماعة بالنسبة ليا رقم واحد، واللي بحس ان انا لما بخلصهم ان المطبخ خلاص يعني 50% بقى تمام، وهي المواعين. انا بالنسبة ليا المواعين اول ما بتتغسل ومثلا تتحط مكانها خلاص، الحوض كله بيبقى رايق ونضيف ومية مية ومفيهوش اي كركبة. خدوا بالكم ان انا عندي هنا الحلة بتاعة الحوض يعني صغيرة قوي وضيقة، فاي شوية مواعين بيحسسوني ان انا عندي جبل مواعين قد كده. فاول حاجة انا معايا الكيس اللي انا كنت بفرده معاكم في اول الفيديو، علشان اي بقايا اكل، اي قشور، اي حاجة قدامي على طول احطه فيها. وانا حطاه دلوقتي يعني جنب ما انا واقفة تحت الحوض كده بالظبط، علشان اي حاجة تظهر في الحوض على طول ألمها في الكيس. تمام. كمان يا جماعة عاوزة يعني ألفت انتباهكم لنقطة مهمة قوي. رغم ان انا مثلا بكون بصور فيديو وانا بحضر اكل، بوسخ كمية مواعين كتيرة جدا حتى لو مفيش تصوير، بس انا بطبعي دايما بستهلك مواعين كتير قوي وانا بطبخ. فطول ما انا واقفة في المطبخ اي حاجة بتتوسخ انا بغسلها. يعني انا مش من النوع ابدا ان انا اكركب مواعين او ان انا اعمل تراكم للمواعين، لا خالص. ومع ذلك شوية المواعين اللي انتوا شايفينهم دول وعهد الله هم بتوع الفطار بس، يعني اطباق الفطار والكوبايات والعصير والشفشق ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فطبعا انا واقفة زي ما انتوا شايفين، وعلشان اقول لكم ايه، يعني مفيش مثلا مساحة حواليا ان انا اعرف احط المواعين اللي انا هغسلها، فاللي بتتغسل وبتتشطف بحطها على البوتاجاز ورايا هناك اهو انتوا شايفينه. تمام. بس فانا مثلا بعمل حسابي اقسم وقتي، يعني ده لما يكون عندي تصوير. مفيش تصوير، بس انا عامه من اول رمضان وانا الحمد لله ربنا مديني القوه والعافيه، وان انا بصور معاكم كل يوم، بس اول مره اصور روتين في المطبخ. نازله معاكم طبيخ طبيخ طبيخ، اكل اكل اكل، لما خلاص هقلبظ من كتر الاكل. فهنا بقى كنت خلاص خلصت المواعين الحمد لله بالسلامه، وتمت أول مهمة بنجاح. جبت بقى الصفاية، وطبعا مش كل يوم بغسلها بصراحة، ممكن مثلا كل 3 أيام ولا حاجة. ما اكدبش عليك، ولكن الرف او الدرج اللي بيكون تحتها كل يوم بروح جايه ايه شداه ومفضيه الميه اللي فيه، علشان بيعمل ريم، وبيعمل ريحة مش حلوة شوية، يعني ايه، ممكن الريحة تكرف على الكوبايات، تطلع على الأطباق. ف يعني هتيجي تشربي في الكوباية أو تاكلي مثلا في الحاجة في الطبق ولا حاجة، هتحسي بريحة هتضايقك وهتخليكي تقرفي. فكل يوم روحي جاية بعد مثلا ما خلاص خلصتي غسيل والمواعين اتصفت كويس، روحي جاية شادة الدرج ده مصفيه. بعد ما خلاص بقى انا كنت غسلت كل حاجة، طبعا بمسك بقى الخلاط بتاعي بمسكه اغسله، والسيراميك كله حوالين الخلاط والرخامة والحوض كله يعني بمسكه كده على طول ايديا فيه،
علشان طبعا ما يبقاش فيه عليهم تراكم اتساخ، او طبعا برضو من الطبيخ والبخار والكلام ده كله يبقى فيه تراكم للدهون. دايما الخلاط يكون حلو بيبرق وبيلمع، تحسي كده ان دايما مطبخك نضيف. لكن هتسيبيه مثلا مرة على مرة على مرة، هتيجي تبصي تلاقي بقى عليه اتساخ وهيضايقك وهيغلبك بعد كده في التنظيف. لكن لما تكوني دايما ايديكي في الحاجة صدقيني بيكون فيها راحة ليكي، يعني بيكون فيها راحة ليكي انتي مش لحد تاني. فأول بأول تكون ايدينا في الحاجة. أنا أول ما جيت الشقة دي بصراحة، حتى انتوا أكيد طبعا الناس اللي متابعة معايا عارفة قد ايه أنا مسكت المطبخ ده، يعني حتة حتة مسكته وغسلته. ليه؟ أنا ما بحبش مثلا أستخدم حاجة وانا مش عارفة نظافتها ايه، ما كانتش الحاجة تبقى نظيفة بنسبة 100%، مش هعرف استخدمها ولا هعرف اقف فيها. انا فضلت تقريبا اسبوعين هنا في الشقة وما بخشش المطبخ، لحد ما واحدة واحدة الحمد لله نضفت الرخام والسيراميك غسلته والأرضيات سيقتها، وبقى خلاص كل حاجة نظيفة ومية مية. كل يوم حتى قبل رمضان والله دايما تلاقوني ايدي في الحاجة، علشان ابقى واقفة حتى وانا مرتاحة مبسوطة، مش قرفانة من حاجة، مش نفسيتي متضايقة من حاجة ان هي مثلا مش الشكل بتاعها مش احسن شيء. فاهمني؟ حتى والله العظيم رغم الوضع اللي انا فيه بحاول على قد ما اقدر ان انا اهدي من الدنيا واحسن من الشكل واخلي المكان حلو وجميل علشان نفسيتي بس مش اكتر. انتوا فاهميني؟ انا بحكي لكم اللي جوايا بصراحة. هنا بقى انا كنت خلاص جبت كده فوطة ونشفت الرخامة، وانا عندي الرخامة دي هنا للأسف يعني المية مش بتنزل على طول كده اتجاه الحوض، لا المية بتقف عليها يعني مش بميل. فبفضل بقى اشد المية بايدي وبعد كده بالفوطة او باي حاجة بنشف الرخامة عشان ما يكونش واقف عليها مية. وهنا بقى خلاص يا جماعة انا شلت الاطباق اللي استلس، يعني اللي انتوا كنتوا بتقعدوا تقولوا لي يا سماح شكلهم مش احسن حاجة، بس اعمل ايه يا جماعة غصب عني، انا ما كانش موجود عندي غيرهم في شقة المصيف وهم دول اللي انا جبتهم، ويعني ممشيني لحد النهاردة اهو. فخلاص بما اني جبت اطباق اي نعم مش كتير، 6 كده من كل نوع، 6 مفرودين و6 وسط و6 للشوربة، بس برضو يعني احسن بكتير من الاول. وواحدة واحدة الوضع بيتحسن، وواحدة واحدة بحس ان الامور تمام. مفيش حاجة بتيجي طبعا مرة واحدة علشان نكون صراحة مع بعض، فان شاء الله خير. فشلت بقى الاطباق اللي هي الاستانلس زي ما قلتلكوا، ورحت جايه رصه الاطباق الجديده في الصفايه. ويعني الصفايه دي بصراحه كتر الف خيرها، شايله معايا حاجات ياما، يعني واخده كوبايات وواخده طبعا الاطباق وواخده معالق وشوك وسكاكين ومقصات والمضرب والمقصوصه وحاجات كتيره قوي. وهنا بقى جبت الفوطة اللي انا بفردها علشان احط عليها المواعين اللي مش بعرف طبعا احطها على الصفاية. كنت بحطهم بس يعني كنت بحس كده ان هم عارفين مضايقني، شكلهم مش مريحني، عاملين لي كركبة، المنظر ما كانش حلو. ففرشتها ورحت جاية حاطة المواعين اللي انا برضو لسه غسلاهم، ولما ينشفوا بقى خالص هشوف انا هحطهم فين. نيجي بقى دلوقتي على الرف ده. الرف ده المفروض اللي هو يتحط مثلا عليه الكتل، المفروض يعني يتحط عليه خلاط، يتحط عليه كبة، يعني اي حاجة كهربائية، عشان هو يعني في فوقه على طول اهو فيشة، وان هو جنب البوتاجاز. بس بما اني يعني انا ولا عندي كتل ولا عندي خلاط ولا اي حاجة من الحاجات دي دلوقتي، فبستخدمه لأغراض تانية خالص. ما انا مش هسيبه في حاله، انا لازم استغله برضه. ما انا ما عنديش اي مكان، ده انا هوريكوا دلوقتي عجايب والله العظيم هتستغربوا. المهم شلت بقى الحاجات اللي كانت موجودة عليه ومسكته وغسلته بالسبونشة وشطفته كده، جبت المية ورحت جايه مفضية الإزازة، شطفته كويس يعني ونشفته. وبعد كده هرجع أرص عليه الحاجة تاني. شفتوا بقى أنا يعني مستفادة منه بإيه؟ حط عليه مثلا إزازة الزيت، الخل، الكاتشب، الصلصة، المستردة، الطحينة، الشاي، السكر، المناديل، الولاعة، يعني شوية حاجات لازم يكونوا قريبين مني وانا واقفة قدام البوتاجاز بطبخ. تمام. هنا بقى طبعا انا كنت عاملة معاكم محضرة معاكم الفطار، وكنت عاملة لحمة مفرومة علشان كنت حاشية بيها بطاطس باللحمة، بطاطس محشية لحمة مفرومة. فانا كنت جايبة كيلو لحمة فرحت جاية معصجاه كله. ما انا من اول رمضان كل يوم اطلع نص واعصجه،
فقلت لا، هو انا كل يوم هعصج؟ طب ما انا اعصج الكيلو كله، اخد اللي انا عاوزاه، واللي يتبقى مني مفيش اي مشكله. جبت العلبه البلاستيك دي اللي انتوا شايفينها ورحت جايه مفضياها فيه، وهدخلها الفريزر وقت ما احتاج لاي حشوه لاي صواني هتبقى موجوده عندي. تمام. والله يا ريتني عملت كده من زمان، يعني من اول يوم، بس يلا خير. ما كنتش عامله حسابي اصلا، وانتوا عارفين دي الوقت اللي انا كنت فيه، والدنيا ملخبطه والامور مش مظبطه. انتوا عارفين ان انا من قبل رمضان بشهرين، من اول شهر رجب ببقى عامله حسابي في كل حاجه، بس الشهر ده ما عملتش خالص خالص اي حاجه، غير بس يا دوب جبت الفراخ وعملت منها التقسيمات. فهنا بقى طبعا انا قلت لكم في اول الفيديو ان اول حاجة بشيل همها، واللي بالنسبة لي بنسبة 50% لما بتخلص بحس بهدوء في المطبخ، كانت المواعين. تاني حاجة البوتاجاز، بس البوتاجاز اديله مثلا 25%، عشان عايزة 25% هقسمهم على حاجة تانية، علشان ما بحبش الظلم. فالبوتاجاز برضو لازم يكون نظيف كل يوم. عارفة انت اللي هو تصحي بقى من النوم، تدخلي مطبخك تلاقي بوتاجازك نظيف وبيلمع ومية مية، تحسي كده ان انتي لا، انا مستعدة اقف في المطبخ واعمل احلى اكل بكل حب وبكل سعادة. انما تخيلي لما تدخلي المطبخ وتلاقي الحوض عندك مكركب ومليان مواعين، ده الكلام ده الصبح وانتي لسه صاحية من النوم. لو انتي مثلا كسلتي بالليل بعد الفطار وقلتي يلا بقى مش مشكلة انا كلت وتقلت، فايه الصبح ابقى اعملهم، لا، هتصحي من النوم هتحسي ان انتي نفسك مسدودة بمجرد ما تشوفي منظر المواعين والكركبة والبوتاجاز متوسخ ومش ممسوح والدنيا تضرب تقلب. والله نفسك هتتسد، وهتحسي كده ان انتي ما عندكيش وقت. ما هو على ما تقفي تطبخي، قصدي تروقي البوتاجاز وتمسحي بقى الدنيا وتسيقي وتعملي ولسه هتطبخي، هتحسي ان انتي هتتزنقي في الوقت. فلا، اسمعي كلامي ودايما بعد الفطار روقي مطبخك، هيفتح نفسك وتحسي كده ان يومك جميل زيك، وتقفي كده بكل حب تعملي احلى اكل لاسرتك. بس هنا بقى البوتاجاز طبعا انا غسلته، وعلشان اكون صريحة، علشان سموحة تكون صريحة معاكم، مش كل يوم بيتغسل الغسلة اللي انتوا شايفينها دي برضو. ليه؟ في مثلا يوم انا ببقى عملت اكل خفيف، وانا واقفة مثلا حاجة طرطشت بمسحها اول باول، فبحس ان هو مش محتاج الغسيل، بس يا دوب امسح ايه عند العيون كده وخلاص، اللي هو الاستانلس من فوق. تمام. لكن انا عندي بوتاجازي بقاله 3 او 4 ايام تقريبا من اول رمضان، كنت بمسحه اللي هو ايه، اي كلام يعني، اللي هو على السريع كده باي منديل واطوقه وخلاص. فكان محتاج الغسله دي، مسكته غسلته كله كله من فوق وتحت والفرن والجناب والازاز وكله. وهنا بقى جيت على الديب فريزر. طبعا انا مش عاوزه حد يعني يتريق عليا، انا عاوزاكم تقدروا بس الوضع اللي انا فيه وتقدروا ظروفي فقط لا غير. انا يعني حاسه ان انا بتعامل مع الديب فريزر كانه رخامه، او كانه مثلا ترابيزه. بعاني كميه معاناه لم يتخيلها احد غيري والله. ليه بقى؟ مثلا انا اكيد بحتاج الديب فريزر ان انا افتحه وهطلع منه حاجه من جوه، هطلع مثلا فرخه، هطلع حاجه هطبخها جنب الاكل، بسله، مش عارف ايه، ايا كان حاجه للعصير. فانا بقى حاطه عليه زي ما انتوا شايفين عيش، حاجه السحور، خضار، فاكهه. كان معايا البلاستيكية اللي كان فيها خس، يعني اي حاجه في ايدي بحطها عليه. فانا بقول لكم محدش يتريق عليا ليه، علشان طبعا ده مش يعني ده مش المفروض ان هو يحصل. فللاسف انا بتعامل معاه المعامله دي بسبب ان مفيش حاجه في المطبخ احط عليها الحاجه بتاعتي، فغصب عني سامحوني على المنظر اللي انتوا شفتوه. فاعذروني، اكيد هتحسوا بيا وهتعرفوا انا بتعامل معاه المعامله دي ليه، علشان مفيش حاجه احط عليها. تمام. ايه بقى المعاناة اللي انا بعاني منها؟ لما احتاج حاجة من الديب فريزر بضطر اشيل كل اللي محطوط عليه، انزله على الارض وافتح الفريزر اخد حاجتي، وارجع اشيل من على الارض احط فوقه تاني. فتخيلوا بقى، ممكن مثلا اعمل الحركة دي مرتين 3 على حسب الحاجة اللي انا ايه محتاجاها من جوه الفريزر. طبعا كنت جايبة بقى شوية خضار، الكلام ده كنا العصر. فبصوا الليمونه وقعت ورا الديب فريزر ولحد الان لسه ما جبتهاش، فاما اخلص معاكم كلام هقوم اروح اجيبها على طول قبل ما انساها. فكنت جايبه شويه خضار العصر، وطبعا
طبعا كنت ملخومة بقى في الطبيخ وتحضير الفطار وكده، وكنت بصور الفيديو، فكسلت بصراحة ان انا مش كسلت لا، عشان بس ايه ما بقاش انا بقول ما بحبش الكسل، بس يعني اتلهيت ما كانش معايا وقت، فقلت احضر الفطار ونفطر علشان ما نتأخرش، وبعد الفطار ابقى ايه ارتب حاجتي. كنت جايبة خيار، كنت جايبة جزر، كنت جايبة فلفل وشطة وطماطم، وكنت جايبة تفاح. لكن الموز يعني كان عندي من امبارح. يعني بصوا انا بصراحة من اول رمضان وانا ما بخليش الفاكهة خالص خالص تتقطع من عندي ولا يوم، مش علشاني والله لا، علشان خاطر ولادي. يعني ما شاء الله ربنا يا رب يعينهم ويقويهم ويحميهم، بيصوموا فطول النهار يا حبايبي بيبقوا صعبانين عليا، فباجي بقى بعد الفطار ببقى عاوزة ان انا اخليهم ياكلوا فواكه ويعوضوا الصيام بتاع طول النهار، فاهمني؟ فالمهم يعني رتبت بقى الخضار والفاكهة بتاعتي ورصيتهم على جنب على الرخامة بتاعتي. ما خلاص بقى احنا اتفقنا ان هو ايه، دلوقتي من تحت او من جوه ديب فريزر ومن فوق رخامة، تمام؟ يعني ايه وقت مؤقت لحين وقت اخر، انا معرفش هو امتى بالظبط الوقت الاخر ده او هيجي امتى، بس يعني ايه نتفائل بالخير ان شاء الله يكون عاجلا يعني باذن الله. فبصوا يا جماعة أنا بهزر وبضحك وباخد الأمور ببساطة وبصدر رحب، علشان أنا مفيش في إيديا حاجة أعملها غير كده. يعني أنا لو ما ضحكتش ولو ما هزرتش أنا هيجرالي حاجة وعهد الله، انتوا فاهميني؟ فسيبوني أضحك وسيبوني أهزر عشان انتوا مش عارفين حاجة. المهم فاكرين بقى ال25% اللي احنا كنا شايلينهم على جنب، دول بقى طبعا بيبقوا ايه للأرض. والله بقى لو انتي مثلا فرشة سجادة او حافظة او اي حاجة، فطبعا بعد الفطار انتي عارفة بتبقى بقى ايه، ممكن حاجة تتكب منك وانتي بتصبي العصير، عيل مثلا وقع حاجة غصب عنه وانتي بتغرفي مثلا في فتافيت وبواقي وحاجات وقعت منك، فشيلي الحاجة بتاعتك اللي على الارض نفضيها، اكنسي الارض كويس، ولو شايفة ان البلاط او السيراميك محتاج ان هو يتسيق فسيقيه، مش محتاج خلاص طوقيه بالشرشوبة كده وخلاص. تمام، انا الارض عندي كانت محتاجة ان هي تتسيق التسيقة اللي انتوا شفتوها دي، علشان خاطر انا مش فرشة حاجة في الارض، فغصب عني بتبقى متبهدلة. وهنا بقى طبعا بوريكوا الشكل النهائي للمطبخ، الشكل اللي يفتح النفس ويخليكي كده مستعدة ليوم جديد، بس مش هقولك غير كده. طبعا المواعين بقى ايه، انا خلاص رصيت اللي اترص في الصفاية، وطبعا الازاز برضو بتاعتي مسكتها غسلتها ومليت بقى مية نظيفة ونشرة كده الجلافز بتاعي عشان ينشف وكمان بصوا يا جماعة، يعني انا لبست الجلافز في المواعين ونسيت البسه في البوتاجاز وانا بغسله، شفتوا الحلاوة اللي انا فيها؟ انا مش عارفة في ايه بصراحة، انا مش بصوا دماغي مش فيا وحياة ربنا. وهنا بقى البوتاجاز بعد ما غسلته كويس قوي، وعلى فكرة غسلت العيون كويس جدا على الحوض، بس والله ما حبيتها ان انا اصورها عشان يعني الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، والحوامل كمان، وطوقتهم بقى وطوقت البوتاجاز وبقى بيلمع، شايفين؟ مية مية. عايزة بقى ان انا احافظ عليه وان انا احاول ان انا ايه ما وقعش حاجة وكده، وانا اصلا طول ما انا بطبخ على طول تلاقوا ايدي فيها يا اما منديل واطوق يا اما الفوطة. شايفين البوتاجاز؟ يعني والله العظيم مش عايزة ان انا اطبخ عليه اي حاجة بكرة، عايزة اسيبه كده. طبعا هنا بقى الرخامة بتاعتي كان عندي خس نقعاه في شوية مية عشان ايه للسحور، يعني الخس بيبقى حلو قوي برضو على السحور، فمسكته غسلته وسايباه كده منقوع بشوية مية وخل والحاجات دي بقى كلها ايه. محدش يقولي طب يا سماح ما بتدخلهمش التلاجة ليه، التلاجة بايظة وعد الله بايظة، انا مش عارفة في ايه. بايظة من أول رمضان، تخيلوا إن أنا من قبل رمضان كمان بأسبوع، فتخيلوا مش عارفة أحط فيها حاجة، عشان كده في أول الفيديو كان في كيس فيه جبنة ولانشون وحاجات بتاعة السحور برضو محطوطة على الرخامة بتاعتي اللي هو الديب فريزر. وهنا بصوا أنا يعني أنا قلت لكم أنتوا هتشوفوا العجايب، أنا مش سايبة أي حاجة غير وأنا يعني ما هو غصب عني، أنا عاوزة أشيل حاجتي، ما عنديش حاجة أحط فيها حاجتي، فحاطة على التلاجة من فوق الحاجة بتاعة الخشاف، يعني المشمشية والقراصية، التمر، السمنة البلدي، طبق البيض، حتى الترمس وأطباق برضو بلاستيك كده، والحافظ اللي هو بتاع الطعام، ولقيت بقى مسمارين كده على الحيطة فمعلقة عليهم، واحد حط عليه الفوطة وواحد حط عليه المبشرة، علشان أنا بصوا في حاجات هنا عندي على الأرض اهي برضو مواعين،
حتى يعني انا اي نعم جبت طبعا طقم حلل، بس برضو يعني اكيد هحتاج برضو حاجات من دي، يعني الصينيه اللي هي الالومنيوم المدوره. هحتاج مثلا حاجات، فانا مش عايزه احط المبشره على الارض هنا عشان يامن بيدخل ورايا المطبخ وخايفه ان هو يلعب بيها فتعوره. الهون، الكنكه المقصوصه، شويه اطباق وحاجات اكيد هحتاجهم يعني اكيد، فانا سايباهم على جنب. وقت ما بحتاج حاجه باخدها. انا لماهم في طبق استانلس كده كبير بتاع امي. وهنا بقى الغسالة دايما حاطة عليها المسحوق والمعطر بتاع الهدوم وإزازة الكلور. وده شكل المطبخ يا جماعة بعد ما خلاص يعني اتعمل فيه كل حاجة ينفع ان انا اعملها. عندي على فكرة الأنبوبة نايمة علشان بتشطب، بس ايه هسيبها احضر عليها السحور. تمام. وبس، وده شكل مطبخي بعد ما الحمد لله روقته وبقى جاهز ان شاء الله لاستقبال يوم جديد بكرة بإذن الله. وبصوا، مهما كان وضعي، مهما كانت ظروفي، زي ما قلتلكوا بحاول ان انا احبب نفسي في المكان، اكون واقفة مبسوطة ومرتاحة، مش شايلة هم كركبة، مش واقفة متضايقة، مش واقفة متعصبة بسبب اي حاجة. لا، انا بحاول ان انا احبب نفسي وان انا اتأقلم ايا كان الوضع اللي انا فيه. بس. واشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو بكرة. تصبحوا على خير، مع السلامة.